أهلا بيكم في نباش تاريخ. في يوم 26 يوليو سنة 1873 نشرت جريدة البشير اللبنانية خبرين من مصر. الأول بيتكلم عن نظام البوسطة الخديوية. بيقول الخبر إن الخديوي إسماعيل إدى تسهيلات لنظام البوسطة في كل الأقطار المصرية، وإن بسبب حسن تنظيم وأحكام التدقيق في نظام البوسطة ده خلى الدول الأجنبية تعقد اتفاقيات مع الخديوي، وإن ده معناه مزيد من الثناء على الجهود الخديوي، وكمان إن الفايدة مش بتعم على الأقطار المصرية بس بل كل الدول. ده لأن نظام البوسطة بيسهل الأعمال والمراسلات وتوصيل الرسائل في مواعيدها وفي أماكنها، وإن كل شخص بيدرك كل المنافع دي بيمدح في مجهود الخديوي إسماعيل. وبيختم الخبر إن ما ينفعش إن أي حد يلوم الخديوي، خاصة إنه استخدم رجال حرصوا على تنفيذ العناية الخديوية. ومن الرجال دول مدير عموم البوسطة، وكمان يوسف أفندي اللي هو باش ترجمان وملاحظ جميع الأشغال العربية فيها. يوسف أفندي اللي مذكور في الخبر ده بقى مدير للبوسطة المصرية بعد كده. الخبر التاني بيتكلم عن دخل شركة قناة السويس. بيقول الخبر إن مداخيل الشركة في نمو، وإذا قارنا بين دخلها دلوقتي بالسنين اللي فاتت هنتأكد من الأرباح دي. بيقول الخبر إن دخل سنة 1870 وصل 6 مليون و300 ألف فرنك، أما سنة 1871 الربح بقى 13 مليون فرنك، وفي سنة 1872 وصل الربح ل 18 مليون 900 ألف فرنك. وبيكمل الخبر وبيقول إن الدخل عمره ما كان على حالة واحدة ومش ثابت، بل بيختلف، فجزء منها بسبب المراكب اللي بتمر في القناة وده بيعتبر الأكثر دخلا، والجزء التاني من بيع أدوات الحفر وغيرها ودي أرباحها قليلة. وبيقول الخبر إن تم صرف مبالغ على قيام محطات إصلاح مجرى المية في أماكن كتيرة. وبيكمل الخبر وبيقول إن أرباح سنة 1872 كانت أحسن انتظام، ولو قارناها مع دخل سنة 1870 هنلاقي نمو عظيم. وكمان سنة 1873 اللي هي السنة اللي بيتكتب فيها الخبر جت بأدلة واضحة على النمو ده، وده بالرغم من ان تغير العيارات اللي حصل بسبب المشاحنات والاختلافات وقف الأرباح لفترة قصيرة، إلا ان دخل شهر يناير لسنة 73 وصل ل 2 مليون فرنك. وبيختم الخبر ان تم حسم مسألة العيارات وحسم الخلافات المتعلقة بيها، فبالتالي هتكون الأرباح في زيادة، والزيادة دي هتكافئ أصحاب الأسهم عن مصاريفهم، وإن الشركة دي اللي هي شركة قناة السويس استحقت الأثمار دي بسبب نشاطها وهمتها في المشروع المفيد للعالم كله. في الآخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في كومنت.